تعالوا نعمل احلى رز صياديه بتاعنا كده، حاجه كده خطيره. في خطوات بسيطه، في دقيقه هتعملي احلى رز مفلفل. اول حاجه كده لازم نحمر البصله بتاعتنا. اول ما لونها يحمر كده ويبقى حلوه، ننزل على طول بالرز بتاعنا يكون مغسول. نديله تقليبه حلوه كده، تقليبه سريعه مش تاخد وقت كتير على النار. وبعد كده نشوحه على النار كويس قوي مع معلقه صلصه كويسه. مش عايزاها تبقى كبيره قوي، يعني نص معلقه صلصه بمعلقه الاكل الكبيره دي. ونديله تقليبه بقى حلوه كده على النار. وبعد كده ننزل على طول بالميه المغليه. انا دايما بقول لكم الرز المصري لازم ميه مغليه على طول. نديله تقليبه. هننزل بالتوابل، هو حاجتين بس: شويه ملح وشويه بهارات سمك من عند اي عطار، وتقليبه، وكمان مكعب مرقه خضار صغير قوي، يعني تقريبا ربع مكعب او نص مكعب. هنديهم تقليبه بقى حلوه كده ونغطيها على النار، وبيطلع بالحلاوه دي. شايفين الجمال؟ تحفة، مفلفل والرزاية حلوة. بألف هنا. فولو بقى عشان وصفات أحلى.